معلش هتنهج بقى، جاوبنا على السؤال ده. جايب اونانا ليه؟ عشان بيعرف يلعب برجله؟ واهدى الله ما بيعرف يلعب برجله، بيعرف يلعب بايده. واهدى الله بتعدي من اكرامي في الجون. 0 ايه يا جدعان؟ اصبروا يا جدعان، انا لسه راكن يا جدعان، هنزل اهوت يا جدعان. هو في ايه يا جدعان؟ 2-0 ايه؟ يا رب وفقنا يا رب، انت اللي عالم بالحال يا رب. احنا بنهاجم بمارسيال يا رب، وهم بيهاجموا بنكيتيا. اقسم بالله انا لسه نازل من البيت عشان اروح اتفرج على الزفت. 2-0 في الدقيقة 4 ليه؟ بيقابلوا ظهور دينا ايه ده؟ لو بيقابلوا دينا مش هيعملوا فيها كده. واير بيسخن وهويلاند بيسخن. سخن لي شاي يا ابني. لكل الناس اللي اتفرجت على ماتش مانشستر يونايتد وكبة باللبن، نركز بالله عليكم. ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ يا جماعة ما تموتونا احسن يا جدعان، بجد ما تموتونا احسن. انا بقيت اتمنى افقد الذاكرة عشان انسى انا بشجع مين. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ايه القرف ده يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان مش عارفين نعمل هجمة عدلة؟ كذا انفراد يا جدعان، مش عارفين نسجل جون يا جماعة. طب ليه يا جماعة القرف ده يا جماعة؟ احنا تعبنا، اقسم بالله الواحد تعبان نفسيا. انا مش فاهم انا بشجعكم ليه يا عم؟ يا جدعان والله العظيم الواحد تعب. انا بتكلم بجد، الواحد يا عم انا مالي يا عم بالكلام ده كله يا عم؟ ما انا ما اروح اشجع انبي احسن لي، اروح اشجع حرس الحدود يا عم. انا مالي ومال الموال ده كله يا عم؟ وصعدنا ليه دوري ابطال اصلا؟ إيه هنتعادل على ارضنا بنقابل كوبنهاجن؟ هنتعادل؟ يا نهار اسوح. مش عارف يا راشفورد تستلم الكرة يا راشفورد، مش عارف. هويدا ايه يالا؟ ايه الهبل ده يالا؟ ايه تقييمك 5.6؟ ده صلاة فجر دي ولا ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان القرف ده يا جدعان؟ ما انا مش فاهم. ايه كمية السسبنس يا عم؟ انا مش يا عم انا هتفرج على فيلم اجنبي بالليل، انا مش عايز السسبنس ده في حياتي يا عم. يا جدعان والله العظيم الواحد تعب، الواحد ايده بقت تترعش. ايه يا عم القرف ده يا عم؟ واحد بيشجع فريق وعاد الله تعبه نفسيا. الواحد بيسهر عشان يتفرج على الماتشات وبيتنيل وبيروح الشغل متأخر وبيتهزق وبيتنيل، وفي الاخر بحرقة دم وحرقة اعصاب وحرقة نيلة. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ مش عارفين لا ندافع ولا نهاجم ولا نعمل كونترال اتاك ولا نعمل زوم زفت ولا نعمل اي حاجة. مش عارفين نعمل زوم ان على رجل امينة. مش عارفين نعمل اي حاجة في الكرة يا جماعة. طب ليه يا جماعة بنلعبها ليه يا جماعة؟ بتتدربوا على ايه يا جدعان بجد؟ بتتدربوا على ايه في التدريبات؟ في ايه؟ اضغط يا عم ضغط اعمل مرة ضغط عالي يا عم. ما بنعمل، احنا بنبقى واقفين عند خط النص. ايه يا جدعان؟ كوبنهاجن عم بيعملوا عنا ضغط عالي في ارضنا يا جماعه. ده كانوا ناقصين يطلعوا يضغطوا عليا يا جماعه. ايه كميه الشوط اللي على الجون عندنا دي؟ ولا مكتومينيه يلا. عملت ضربه جزاء المره اللي فاتت وقلنا ماشي، جاي تعمل ضربه جزاء في اخر ثانيه في الماتش؟ انت ايه ناوي تسجلها ماركه مسجله باسمك يا جماعه؟ والله العظيم الواحد تعب. ماجواير انا اسف، والله العظيم انا اسف بجد. انا اسف ان احنا يا ابني كنا بنهاجمك الهجوم ده. احنا دمرنا الواد ده نفسيا. الواد حسيته بعد ما جاب الجون كان عايز يعيط. شفت الواد كان بيعمل ازاي من حرقته؟ انا اسف يا ماجواير والله يا ابني. انا اول مره في حياتي اغير صورة بروفايل بيكتشر وللصفحة بالاخص كمان للاعب كورة. غيرتها لك انت يا ماجواير علشان اقول لك بس انا اسف والله العظيم يا ابني، من حجم الضغوطات اللي كانت عليك، من حجم انت الكوكب كله كان بيتنمر عليك، الكوكب كله كان بيتكلم عليك. انا اسف يا ابني والله العظيم. انت لو في فريق تاني المشكلة في فريقك، والله العظيم المشكلة في فريقك مش فيك. انت لو في فريق تاني، بدليل ان في فرق كتير عايزاك، واستهام عايزك، ده في كلام ان برشلونة عايزاك. انا مش فاهم، بس بدليل ان في فرق فعلا عايزاك.
والله العظيم انت احسن لاعب في الماتش النهارده، احسن لاعب الماتش اللي فات، الماتش اللي قبل اللي فات لما عمل اسيست المكتوميني لما كان نازل من على الدكه. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ احنا ظالمين الواد ده جامد يا عم، احنا اسفين والله العظيم، احنا اسفين. راشفورد مدغور في داهيه بجد، ما مدغور في داهيه بقى يا عم، ما تبعد عننا بقى يا عم. يا عم كرة انفراد يعني انا مش بقول لك ان قدامك واحد لا، انفراد بتستلم الكوره، انت ليه بتطولها كده؟ ليه بتطول الكوره كده قدامك؟ انا مش فاهم يا جماعه، انتوا ما بتشوفوش صلاح بيجري بالكوره؟ ده صلاح بيجري بالكوره قرن، بيجري بيها من المنوفيه لاسكندريه 3 ساعات بيجري بالكوره وبيبقى عامل عليها كنترول تحت رجله وما بيفقدهاش. اما احنا والله مش ما بنعرفش نستلم، احنا بنستلم الكوره في رجل حارس المرمى. ايه يا جدعان ده؟ كابتن جراناتشو يا عم انت اتعديت من راشفورد؟ هو المركز ده بقى فيه حاجه؟ المركز ده بقى فيه ايه لما يجي لك انت كمان انفراد صريح وتضيعه بالشكل ده في ماتش زي ده؟ انت عارف ان احنا محتاجين ال3 نقط دول قد ايه؟ ايه يا جماعه، مش هنكسب ولا ماتش في دوري الابطال ده ولا ايه؟ صعدنا ليه دوري ابطال؟ صعدنا بجد ليه؟ صعدنا عشان تحرقوا في دمي يا عم. الواحد بقى يتفرج على الماتشات بقى يكره السعل. المشكله مش عارف ما اتفرجش على ماتش. انا نفسي يفوتني ماتش، انا نفسي ما اتفرجش على ماتش يا عم. ايه القرف ده يا عم والله العظيم، يا نهار اسود. وخط النص ايه يا عم؟ ايه يا برونو ده؟ برونو ده مع انك عليا النعمه انت يعتبر انت وسفيان مرابط من احسن، يعني احسن كتقييمي كاحسن 4 في الماتش. تمام. اول واحد هقول ماجواير، تاني واحد اونانا، تالت واحد برونو او سفيان مرابط، يعني التالت او الرابع واحد من الاتنين، اختار رتبهم انت بقى. ايه يا عم؟ ايه يا عم الهبل ده يا عم؟ يا تنزفت يا عم البريزه الشقيه يا عم بالله عليك يا عم، بتدربهم على ايه يا عم؟ يا عم انا مش فاهم يا عم، انت هم شغالين في شركات خاصه طيب الصبح؟ يعني عندهم شيفتات مثلا مش فاضيين؟ انا مش ده مستوى لعيب ايه ده يا عم؟ اللي بيضيع انفراد، اللي مش عارف يعمل متابعه على كوره، اللي مش عارف يضغط عالي، اللي مش عارف يعمل حاجه. ده ايه ده يا عم؟ انا مش فاهم ده. انت بتفرجهم ايه على اليوتيوب؟ يعني انت بتفرجهم على ملخص لمسات مثلا مين علشان ابقى انا عارف؟ بتحفزهم ازاي قبل الماتش؟ يعني بتشغل لهم ايه يا حبيبتي يا مانشستر يا مانشستر؟ ولا بتشغل لهم ايه؟ ما انا عايز اعرف. بتوريهم صور مين مثلا قبل ما ينزلوا الماتش؟ بتعملوا فيلم كده ولا وثائقي او اي حاجه عشان يا رجاله عايزين ننزل الماتش ده بجد؟ اللي مش عارف ايه الكلام ده بيحصل يا جماعه؟ ولا ما حدش فاهم اصلا تنهاج عشان هو اجنبي؟ ما انتوا برضو اجانب. ما انا مش عارف، انا مش عارف يا جماعه هو العيب فين؟ يا تنهاج ينعل ابو اختياراتك يا عم. يا عم عامل لي فيها بيب جوارديولا وانت عليا النعمه شبهه بالقرعه. بس انت الشبه الوحيد ما بينكم ان انتوا قرع، وعهد الله ما في شبه تاني هتنهاج ما بينكم. عامل لي فيها عندك شخصيه يا عم. انت بتدمر اللعيبه اللي في الفريق يابا. كريستيانو مشيته من الفريق، شوفوا مع النصر عامل ايه، كان احسن مهاجم عندك. رحنا بقى جبنا مين بقى مهاجم؟ جبنا الواد سابلايزر، جبناه اعاره 6 شهور، جاب في 98 ماتش جون ولا جونين. بعد كده جبنا كابتن هويلاند اللي كان مصاب، اللي بدأ الحمد لله يرجع، لعب مثلا 6 ماتشات جاب جونين. يابا ما احنا كان معانا كريستيانو، كان هداف الدوري. ما انا مش كان هداف الفريق، كان هداف في ايه يا عم؟ يا عم شخصيه ايه وقرف ايه اللي ناوي تعملها في ايه ده؟ وحوار سانشو يابا ده خلص على ايه؟ بس ما بيتصورش مع الفريق، ما بيحضرش مع الفريق. الواد وصل بيه الحال بقى بقى يتفرج على تدريبات الاشبال. العيال اللي في ثالثه اول بقى يتفرج عليها، انا شايفه قاعد على السور بيعمل كده. يا عم ده سانشو
مش سانشو ده اللي كنا جايبينه برضه غالي؟ انا مش فاهم يابا. انت مش كنت بتلعب في دورتموند؟ يعني المفروض ان انت صاحب هالاند وصاحب الواد بيلينجهام وصاحب الناس دي. هم الناس دي متألقة ما عدا انت يا سانشو ليه؟ يا عم كفايه بقى، كفايه شخصيه بقى اللي انت عاملها لي دي، كفايه والنبي، كفايه يا بيب بقى لحد كده بقى. كفايه ازرع شعر يا عم، انت مش شبهه. ازرع شعر واصبغ حواجبك. ضربة جزاء في اخر ثانيه، اخر ثانيه بنضيع الثلاث نقط. الحمد لله ان اونانا صدها. انا ما بقتش مصدق والله. انا يعني انا احتفلت لدرجه ان صحيت عيالي من النوم. انا مش فاهم ده كاس العالم للانديه، ده نهائي ده ولا ده ايه؟ انا مش فاهم يا جماعه. احنا اي فريق بيهاجم علينا في ارضنا مش في ارضنا. يا عم لو احنا مش قد الهجوم ده، دافع يا عم، دافع. لو انت مش قد الهجوم ده العب يا عم ب4-4-2، خليك في الدفاع، او العب يا عم العب ب5-4-1، دافع ونلعب على الهجمه المرتده يا عم، بدل اللي احنا عارفين نعمل، لا عارفين نضغط اصلا. ايه يا عم الضغط ده يا عم؟ ايه يا عم الجو ده يا عم؟ انا مش فاهم. ده انا ما شفتش ضغط كده يا جدعان. ده انتوا جبتوا لي الضغط ده. ايه ده؟ الواد بيبقى واقف هنا والواد واقف هنا واحنا لعيبتنا في النص. ايوه يا جماعه، انتوا ماسكين ايه؟ ماسكين ايه يا جماعه؟ لما هم بيباصوا عادي سهل وبيطلعوا بالكوره ويعملوا واحده عاليه وواحده يغير ملعب وواحده بسهل قوي بيطلع بالكوره يا جماعه. واحنا لما بنيجي بنطلع بالكوره الطوليه يا اونانا، الطوليه يا اونانا، و90% من الطوليه يا اونانا لا بنعرف نستلمها ولا بنعرف نجيبها جون ولا اصلا بنستلمها، وحتى لو استلمناها بنستلمها غلط، فهي بتروح للفريق التاني. قال لك انا جايب اونانا عشان بيلعب برجله. يا عم اقعد بقى، ما دخية كان موجود. حد يمشي دخية، حد يمشي دخية يا جماعه. انا بدات افوق دلوقتي يا جماعه. حد يمشي دخية، حد يمشي كريستيانو، حد يمشي سانشو. في ايه يا عم؟ ما تقفل النادي يا عم، ما افتحوا يا عم لهواة لعب البلي مسافات طويله. اقفل يا عم النادي يا عم. لما بتمشي دول ما اقفل النادي. كميه قرف ومعاناه واحد اصلا اقسم بالله من اللي بيشوفه مخنوق نفسيا. الواحد عايز يروح لدكتور نفساني بسبب اللي بيشوفه اساسا في الحياه دي. ايه يا عم ده يا عم؟ والله العظيم الواحد نفسه يجيب شاشه كده ويوريكم كميه الاخطاء، بس عليا انما الفيديو هيبقى 9 ساعات. الفيديو علشان اوريكم اخطائنا في ماتش محتاج 9 ساعات شرح، عشان اوريكم كل هجمه كل لعيب المفروض يبقى فين ويتابع مع مين ويبقى مكان مين. يا عم ده في كوره، ده في كوره جات لهم دالوت. انا عارف انه هو ما كانش المفروض في مكانه. يا عم مش متكلم على هجمات والله العظيم، مش متكلم. شكرا يا جماعه. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وزفت وسبسكرايب ونيله. سلام.